أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أزول في اللون مرحبا يسون إن شاء الله لا فيديو كاع كنت فيكم بخير وعلى خير. لا كنت سمعتي كرزن أما كتولي ملا باسي كي نضاف الضير لا كنت مسمن غوايا استملالين لا كنت سكر لا ميثود سوسي تخدمي مع تيزنتي حرزه بصوتي العمريس يتفاض فنين مليح ذيني زادني انا فيوتي تفاح لا روسه المتاكره باش زعمكم كي هكا. السلام عليكم أخواتي الكرام، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال، ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة. كما راكم تشوفون وصفة اليوم هي أفطر ولا تريد مع مسمن غوايل بالسكر والبيض على طريقة ماما ربي يحفظها. مسمن بزاف بنين مورق ومحمر. المسمن كامل نحبوه كبير وصغير في جميع الأوقات على مدار السنة، وخاصة بهذه الطريقة. مسمن لجميع المناسبات والأعياد والأفراح والنجاحات، وحتى في الأعراس تزوخوا به. تابعوا الفيديو للأخير لتتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. عندي زوج كيلات كبار تاع سميد دقيق كيما راكم تشوفون، كل كيلة حطيت عليها ملعقة صغيرة تاع الملح، زدت عليهم ربع كيلو تاع الفرينة، نخلطهم كامل. وبما ان الحال سخون نجمعهم بالماء تاع الروبيني، ما كترش الماء لانه سميد دقيق ما يشربش الماء، ولازم يخرج لي العجين ناشف ويابس بهذا القوام. نعجن شويه باش يتلم مليح. تقدروا تكملوا تعجنوه باليد بهذه الطريقه، ولا تحطوه في البيتران يتعجن باش يسهل العمليه وايضا ما ياخذش الوقت. انا حطيته في بول تاع البيتران باش يتعجن كما راكم تشوفون، خليته يدور حوالي 5 دقائق. وكي شفت فيه بزاف العلك حطيت عليه 2 ملاعق كبار تاع زيت المائده باش كي يطيب ما يخرجليش كي شوينغوم. بعد ما تعجن كما راكم تشوفون حطيته في الجفنه، نزيد نلمو شويه كما راكم تشوفون القوام ديالو كما الحرير. بلا ما نخليه يرتاح في هذه المرحله راح نقطعوه على شكل ديبول. كما راكم تشوفون وجدت بول فيه خليط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، نشكل ديبول صغار بهذه الطريقه كما راكم تشوفون. اولا نشكل ديبول تاع افضل ولا تريد، نقطعهم متوسطين في الحجم على حساب الطاجين ديالي. واذا كان الطاجين ديالكم صغير على الطاجين ديالي نزيدوا صغروا لي بول ديالكم. وكما راكم تشوفون ما درتش زيت في يديا باش كي نعاود نبوليهم بهذه الطريقه تتلم القاعده ديالهم. ندهن سنيوه اللي نحطهم فيها، وكما راكم تشوفون ماشي باليد اللي دهنت به سنيوه اللي نعاود نبولي به لي بول. وبعد ما كملتهم كامل نعاود ندهنهم بهذه الطريقه، من بعد نحطهم في سنيوه. وكي تتعمر سنيوه نغطيهم بالسيلوفان، ونزيد ايضا نغطيها بالساشي تاع الخبز باش ما يدخلهمش الهواء وتتشكل القشره. نصف كمية تاع العجين نشكلها ديبول تاع فطير ولا تريد، والنصف المتبقي نشكلهم ديبول كبار شويه تاع المسمن، ونغطيهم بنفس الطريقه كما غطيت لي بول تاع فطير ولا تريد. وبما ان الحال سخون حطيت السنيوات ديالي في الفريجيدير باش يرتاحوا. وبعد ما جاز عليهم حوالي 2 سوايع حطيت الطاجين يسخن على نار خفيفه تماما. من بعد بديت في الخدمه كما راكم تشوفوا. اولا ندهن اللوح ديالي بخليط تاع الزيت، من بعد ندهن لابول تاع العجين ونفتحها براحه اليد كما شفتوا، ودائما نركز ونضغط على الاطراف باش ما يخرجوناش خشان. نبدا نفتح ونجبد التريد ديالي بهذه الطريقه سير داير كما شفتوا. من بعد نحطها في الطاجين. اولا نجبد من الاطراف باش نرقق الحواف، وايضا في نفس الوقت تجبد وترقق في الوسط. كي نشوفها رقيقه كامل في الوسط وايضا في الحواف نرفدها بهذه الطريقه ونحطها في الطاجين. واكيد قبل ما نحطها لازم ندهن الطاجين باش ما تلصقش. وبما انها بزاف رقيقه 2 ثواني ولا 3 طيب. من بعد نزيد نقلبها على الوجه الثاني باش تزيد طيب، نحط عليها رشه تاع الزيت وايضا نوقفها على الاطراف بهذه الطريقه. من بعد نحيها. هذا الزيت ولا افضل لازم يطيب على نار خفيفه، لو كان تقولوا الغاز تمتم ينشف من بعد يتفتت. وكما راكم تشوفون لازم نقلب الفطر ديالي باش يطيب ايضا على الوجه الثاني باش ما يغملكمش، وخاصه رانا في سخانه. نحركوها عدة مرات بهذه الطريقة فوق الطاجين كما راكم تشوفون. من بعد نوقفها على الأطراف بهذه الطريقة باش تزيد طيب مليح. من بعد نحيها، وباش يقعدوا لي مفتوحين مستويين وماشي مكمشين، كل ما نحي حبة نفتحها على صنيوة كبيرة ولا ظهر الجفنة ولا فوق الغربال، وكل 5 نجمعهم على بعض ونبليهم على 4. كملت كامل الأفطار ديالي بنفس الطريقة كما راكم تشوفون، حتى كملت كامل الكمية تاع لي بول اللي بوليتهم باش نديرهم افطار. ونفكركم انه لي بول تاع المسمن مازالهم يرتاحوا في الفريجيدير. هذه المقادير اللي نفرسي بهم المسمن ديالي،
وكما راكم تشوفوا عندي كميه تاع السكر، عندي ايضا 3 حبات تاع البيض، فتحتهم بشويه تاع الملح وايضا نصف ساشي تاع لالو فيرجيميك. من بعد خلطتهم كامل مع بعض باش نفرصي بهم المسمن ديالي، نحطهم بجهه ما بين نطيب المسمن اللي نحطه في الداخل. وكما راكم تشوفون فتحتها على شكل افضل ولا تريد بهذه الطريقه، فتحتها على مربع تاع بابي سولفيغيزين قد المسمنه متوسطه. من بعد نبلي الاطراف المتقابله، وكل ما نبلي الطرف نزيد نجبد الاطراف باش ما يقعدوش خشن داخل المسمنه. نبلي كامل الاطراف الاربعه ونسي نجبدهم كامل باش نرققهم. من بعد نفتحها للطاجين بهذاك البابي سولفيغيزي بهذه الطريقه. وبعد ما نحي بابي سولفيغيزي فوق المسمنه، مباشره نثبتوه فوق اللوح بهذه الطريقه، ونزيد نفتح كرة تاع العجين اخرى بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. وبلا ما ننسى مره على مره نتفقد المسمنه اللي كاينه في الطاجين، نحرقها مرة على مرة، وأيضا نحط عليها رشة تاع الزيت باش ترطب. وكي نقلبها كما راكم تشوفوا تبدا في الانتفاخ، وأكيد كي تنتفخ هذا دليل على أنها مورقة في الداخل. وكما تعرفون الطياب تاع المسمن ماشي كيما الطياب تاع فطر ولا تريد، لأنه المسمن يطيب على نار متوسطة باش يطيب لنا ماشي ناشف وأيضا ماشي يابس. بعد ما تنتفخ وتطيب من كلتا الجهتين وتحمر بهذه الطريقة، نحيها باش نزيد نحط مسمنة أخرى ونطيبها بنفس الطريقة. بعد ما طيبت نفس الكمية تاع البول تاع المسمن اللي شكلتهم، تحصلت على مسمن رطب طري كما راكم تشوفون وايضا طايب ومحمر. كاين اللي ياكلوه بهذه الطريقة ولا يستعملوه للشخشوخة، بصح انا نزيد نطيبوه بهذه الطريقة كما راكم تشوفون مسمن رويال. نفتح لابول تاع العجين بهذه الطريقة كما تريد ولا الفطير، نحط عليها رشة تاع زيت باش تتورق. من بعد نحط تقريبا على الطرف الحبة تاع المسمن اللي طيبتها، نرجها بكمية تاع السكر كما راكم تشوفون، تحطوا الكمية اللي تحبوها. من بعد نزيد نحط عليه كمية تاع البيض مع لالوفير بهذه الطريقة. ما نحطوش كمية كبيرة باش ما تخرجليش على الاطراف، وانما كمية نغطي بها كامل المسمنة الاولى كما راكم تشوفوا. نرفد الطرف الاول كما راكم تشوفون، نحطوا على السكر والبيض، نزيد عليه ايضا الطرف المقابل. من بعد نرفد ايضا الاطراف المتقابله الاخرى، وكما راكم تشوفون الطرف الاخير نحاول نوصلوه حتى حافه تاع المسمنه باش يغطي كامل الحواف الاخرين. وكل ما نحط الطرف نسي نجبد الاطراف باش نتحصل على مسمنه مورقه ورقيقه. ندهنها بشويه تاع الزيت قبل ما نحطها في الطاجين باش تتحمر. وما بين طيب من الجهه الاولى نبدا في تحضير مسمنه اخرى، بلا ما ننسى نتفقد عليها مرة على مرة ونحركها عدة مرات باش تتورق وأيضا ما تتحرقش. وفي نفس الوقت نوجد المسمنة الأخرى كما الأولى، نغطي كامل الحبة تاع المسمن كما راكم تشوفوا. من بعد نغطيها بالأطراف المتقابلة، نحط عليها رشة تاع زيت باش تتورق. من بعد نغطيها بالأطراف المتقابلة بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. والطرف الأخير دائما نوصلون إلى حافة المسمنة بهذه الطريقة. نحط عليها رشة خفيفة تاع الزيت باش كي نحطها فوق الطاجين تتحمر. ما نديروش عليها كمية كبيرة تاع الزيت باش كي ناكلوه ما يهمناش وأيضا ما يقطرش بالزيت. وكما راكم تشوفون لازم نحركو عدة مرات فوق الطاجين باش تتنفخ وتتحمر من جميع الجوانب. وكي تشوفوها منفخة هذا دليل أن المسمن ديالكم مورق. هذا هو المسمن اللي تحصلت عليه بعد ما طاب كما راكم تشوفوا. ما شاء الله مسمن بزاف شباب، محمر ومورق كما راكم تشوفوا، كامل محمرين وكامل طريين. مسمن رويال إشهي ما شاء الله كما راكم تشوفوا. مسمن رويال على طريقة ماما، ربي يحفظها ويطول في عمرها. وحتى أفضل ولا تريد ما شاء الله رقيق كما راكم تشوفون، كما الحواف كما الوسط، خرج بزاف شباب ما شاء الله. هذا تريد ولا أفضل لازم يكون حاضر في العاشوراء، ناكلوه كي نشربوا به قهوة حليب، وأيضا نديروا به العشاء الثاني في العاشوراء. نفتوه صغير نفوروه، من بعد نديروا عليه البيض مغلي براج براج، وفي الأخير نسقوه ولا ندهنوه بزبدة الحرة ذايبة ولا زبدة اللي ندهنوا بها الخبز، المهم ما تكونش لا ماغارين. هذا هو المسمن اللي تحصلت عليه ما شاء الله مورق طيب حتى في الداخل. البيض والسكر عطاو لون بنة ولا أروع. ناكلوه بقهوة حليب ولا بلاتاي ولا بليجيوم، وحتى وحده ما ناشف. وكما راكم تشوفون طري وتلوى وحده ما شاء الله. نتمنى تسيوه بهذه الطريقة، أكيد تعجبكم. هذه هي الوصفة تاع اليوم، شهدكم في الجنة أخواتي الكرام.
اللهم اجعلها نعمة دائمة وامنعها من الزوال لنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله. إذا عجبكم الفيديو أخواتي الكرام ما تنسونيش باللايك والأبوني والبارتاج فضلا وليس أمرا، جزاكم الله الجنة والنعم ديالها إن شاء الله. سواء كان غير نصور تقرا لا فيديو مثل عجباون لا غوسيت بوستيغ ويتسو ثلاث لايك وكل ابوني لك والبارطاج كون جزاء ربط الخير لك الجنة تجاكم دي سر اللي سر ثمني اللي لا فيديو غادي تدون ما يبقى وحنين.